لو انت متجوز جديد او داخل على الجواز او مشروع جواز، خد بالك الحياة مش بتمشي بحساباتك. ولو كل واحد متجوز دلوقتي كان حسابها بالورقة والقلم ما كانش خد الخطوة دي ابدا. واي حد عايز يحسب كل حاجة في المستقبل وبيقيسها على وضعه الحالي عمره ما هياخد خطوة لقدام ابدا، لانه بيقيس احتياجاته في المستقبل برزقه الحالي. انت فاهم؟ لازم تعرف ان رزق بكرة غير رزق النهارده، ورزق امبارح مش زي رزق بكره. وربنا بيبعت لك الرزق على حسب وضعك وحالك. يعني لما تكون لوحدك هيجي لك رزق، ولما يكون معاك حد تاني هيجي لك رزق، ولو معاك ناس كتير جدا وراك في الأسرة ربنا هيبعت لك رزقهم برضه بس عن طريقك. انت مجرد سبب. هتيجي بقى يا رفيقي تسألني تقول لي انا هرمي نفسي في حاجة مش قدها، في مصاريف، في حاجات، في ماديات كتير. اقول لك لا طبعا، بس حاول تفهم ان مهمتك هي انك تكون في استطاعتك انك تاخد الخطوة الاولى، وتكون اكيد مقتدر على البدايات ماديا. لكن ليه يا رفيقي تحسب رزق اولادك من دلوقتي وانت لوحدك لسه، وبتحسب رزق تعليمهم واكلهم وشربهم على الرزق بتاع النهارده؟ ليه؟ اسأل كده والدك او حتى اسأل اي حد متجوز، هتلاقي ربنا ساترها معاه، يبعت له رزقه اللي معاه، بيبارك في رزقه عشان بدل ما يكفي واحد يكفي خمسة. ولو سألته حسبتها ازاي هتلاقيه اصلا هو نفسه مش عارف ازاي ربنا سترها معاه. اخيرا وليس اخر، انفاقك على اهلك واهل بيتك من اعظم الصدقات، خلي بالك. وعايز افكرك بقوله تعالى: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مش بس كده، ده في اختصاص كمان للمنفق على اهله في قوله صلى الله عليه وسلم: دينار انفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمهما أجرا الذي أنفقته على أهلك. كل جنيه هتنفقه على بيتك هو صدقة تتضاعف، وتتضاعف حسنات ورزق وبركة وستر وصحة وتيسير من عند ربنا. فهمت؟ سنلتقي إن كان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.